يا ترى هيحصل ايه لو جبت ازازه وحطيت فيها شويه كحول صغيرين وضغطتها وطلعت بيها لاعلى نقطه موجوده هنا في منطقه عسير على قمه جبل الصادق؟ فكره التجربه دي يا جماعه جات لي لما زرت منطقه عسير هنا، لما دعاني احد الاصدقاء وما كنتش مصدق ان في كنز زي ده موجود في الوطن العربي. مكان يا جماعه في عز الصيف في عز الظهر درجه الحراره فيه 22 درجه مئويه. صدقوني اوروبا نفسها ما فيهاش درجه الحراره دي في الصيف، غير كميه الخضار والجمال والضباب والجبال، مناظر كلها مجتمعه مع بعض مش موجوده في اي حته حوالينا هنا في الوطن العربي، ما لقيتهاش غير في عسير. فهي تعتبر اقرب وابرد مكان لو عايز تقضي فعلا ايام تاخد فيها اسرتك. صدقني انا ما لقيتش احسن من المنطقه هنا. ولكن اللي لفت نظري فكره السحب والضباب اللي لقيتهم في وسط البني ادمين وعلى الطريق دايما. فسالت نفس السؤال. طبعا السحاب بيتكون في السماء علشان كل ما بنطلع لفوق كل ما الضغط ما بيقل والحراره بتقل فالهواء بيتكثف، لكن عشان هنا موجود قمم وسلاسل جبليه كتير فالهواء بيبتدي يخبط في الجبل ويطلع لفوق فبيتكثف بشكل اسرع وبتكون سحابه. وبعد ما وصلنا لاعلى نقطه في منطقه عسير فوق الجبال السوداء اللي انا منبهر بيها جدا، دي هتكون النتيجه بتاعت الازازه اول ما افتحها ونقول 3 2 1 كده بقى معانا سحابه جوه الازازه وسحابه بره الازازه.